يعني ايه باب جاهز ويعني ايه ابواب بي في سي؟ لو ما اتفرجتش على الست فيديوهات اللي فاتت فارجع شوفهم عشان خاطر تعرف احنا بنتكلم في ايه. الباب الجاهز باب عادي بتنزل تشتريه من المعرض او المصنع بمقاس ستاندر زي ما شرحنا قبل كده. البي في سي هي قشره مصنعه من البلاستيك، بيكون في منها اشكال كتيره جدا وبتحاكي ثمره الخشب الطبيعي المختلف، بتتلزق على الخشب الصناعي زي الام دي اف بمكنه كبس حراري، ونقدر نطلع بيها باشكال ابواب محترمه جدا وشكلها حلو قوي ومن غير اي نقطه دهان اصلا، غير انها بتكون معالجه ضد الميه، فهتنضفها بسهوله جدا بشرط ان مفيش نقطه ميه تخش جوه الخشب اللي موجود تحت القشره. عشان كده بنعمل شريط حرف داير ما يدور حوالين الباب كله وبيتلزق كويس جدا بمكن آلي مش يدوي. الفكره انك بتبعد تماما عن شكل الابواب التقليديه اللي بتكون معموله من دهان عادي، وبتروح لحاجه الفينش بتاعها اقوى واحسن. وكمان ممكن نستخدم الواح الاتش بي ال، وده خشب صناعي واخد قشره نهائيه جاهزه وليه اشكال مختلفه، ويكون مقاوم ضد الحريق والرطوبه وكمان الاتربه. بس لو عايز تعمل اشكال بروزات ونتقات جوه الباب بتاعك فهيكون صعب شويه، واستخدامك هنا البي في سي هيكون افضل. ففكره الباب الجاهز انه بيوفر لك كل ده بمقاسات ستاندرد ثابته تختار منها وتصمم فتحاتك على اساسها. بس المشكله انك ما تبقاش عارف جوده الخشب اللي مستخدمينه جوه الباب بيكون عامل ازاي. غير كده ان جوده الاكسسوارات اللي بيستخدموها في الباب الجاهز بتكون ضعيفه ومش قد كده حتى لو مستورد. فالحل الافضل انك تعمل باب عموله في ورشه او مصنع موثوق منه، وبدل ما تستخدم الدهان العادي هتخلي الورشه او النجار يشتغل بقشره بي في سي او الواح اتش بي حسب التصميم اللي انت عايزه، وتقول له على نوع الخشب اللي انت عايزه زان ولا ارو طبيعي ولا صناعي، وكمان تشوف شكل الحشوات الداخليه وعدد العوارض والسقاسات الموجوده جوه الباب. ممكن كمان تعمل فوم عزل حراري جوه الباب بتاعك، لا وكمان تختار الاكسسوارات على مزاجك انت وتجيب الجوده اللي تناسبك. ساعتها هتكون جمعت بين باب متصنع خشب طبيعي محترم، وده كده افضل باب ممكن تشتريه. باب خشب طبيعي العوارض بتاعته زان والقشره بتاعته بي في سي او لوح اتش بي ال. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.